سافرت الكاتبة إنجي علاء إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة في أول ظهور لها بعد طلاقها من الفنان يوسف الشريف، حيث نشرت إنجي علاء صورها من أمام الكعبة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: الحمد لله يا رب إنك دعيتني في الوقت ده بالذات. الحمد لله يا رب إنك دايما المنقذ الرحمن الرحيم، فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر، واجعلها اللهم عمرة خالصة لوجهك الكريم، وتقبلها مني يا رب العالمين. كان الفنان يوسف الشريف قد أصدر بيان مشتركا مع زوجته السابقة إنجي علاء يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، أعلن فيه طلاقهم. استمر زواج يوسف الشريف وإنجي علاء نحو 14 عام، وجاء في البيان المشترك لخبر طلاقهم: قدر الله وما شاء فعل. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف إنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل، تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا، ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا. دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ما شفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي. الحمد لله على كل شيء. وكتب يوسف الشريف نفس الصيغة مع تعديل الجزء الأخير من البيان: أشهد الله يا إنجي إن طول فترة زواجنا ما شفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي. الحمد لله على كل شيء. يذكر أن الفنان يوسف الشريف يتعاون مع إنجي علاء في مسلسله الجديد الذي يعود به لجمهوره بعد غياب نحو عامين. المسلسل يحمل اسم الراكون، تأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل وإنتاج سينرجي. آخر أعمال يوسف الشريف كانت خلال موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل كوفيد 25، والذي عرض على شاشة قناة الحياة.